انا راجل مكتوب في البطاقه اسماعيلاوي، فلما تيجي اسماعيليه هنا انا الخريطه بتاعتك هنا، ما تدورش بره تاني. هتجرب المطاعم اللي انا بقول لك عليها، هتتبسط، هتدعي لي مش تدعي عليا. هعرفك النهارده احلى واجمد سندوتش كفته ممكن تاكله في اسماعيليه هنا، من المطاعم القديمه والجامده قوي. لا طعم بهارات كتير ولا طعم فلفل اسمر، هتاخد طعم فحم، طعم لحمه، طعم مشوي على مزاجك وهيمزجك جدا. عايز اقول حاجه سريعه الاول، اللي زي ما انا بقول لكم ان الاكل اذواق، اللي يعجبني ممكن ما يعجبش غيري. هوريكم النهارده مطعم ابو علي وهنجربه وهنشوفه رايق ولا هنتضايق. واللي بيعجبني بقى في المطعم ده بلف لك الاكل في الورق القديم بتاع المشويات ده. انا في حاجه بس صح ما عجبتنيش في المطعم، هو الساندوتش المفروض ان هو ب 77 جنيه ونص، هو حسبه لي ب 80 جنيه. مش قصه ال 2 جنيه ونص بس، قصه الطريقه. يعني انت مثلا لو انت ما كانش معاك فكه كان ممكن تقول لي مثلا معاك 2 جنيه ونص، او مثلا والله معيش فكه ممكن معلش يبقى المره الجايه ليك 2 جنيه ونص. انما ما يكونش حاجه هي سعرها 77 ونص تقول لي 80 جنيه. الحركه دي ضايقتني قوي قوي، ويا ريت ياخدوا بالهم من القصه دي. عيش متسخن على النار واخد تحميره على الفحم. تعالى بقى اهم حته في الساندوتش، يعني باجي المطعم ده عشان كده. بص بالله عليك تبص الميه اللي بتنزل. اول مره جربته لغايه دلوقتي هي اللحمه بتاعته، تحميره الساندوتش، الرغيف نفسه واخد ريحه دخانه فحم، اللحمه نفسها وساندوتش الكفته سمين، مش الدهنه اللي تحس ان انت ساندوتش هيلكمك. اللحمه خفيفه. مطعم ابو علي في قائمه رايق جدا 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 جدا. كمان ما تنسوش تصلوا على النبي، تقولوا لي في الكومنتات اي مطاعم تانية انتوا عايزين نجربها لكم. استنوني في حلقات جديده. سلام.